السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا النهاردة بعنوان المهاري المنحوت. هو لاعب جزائري حريف جدا، حريف على أعلى درجة، وممكن يكون أكتر لاعب حريف مش مفيد داخل الملعب، وده اللي كل الجماهير كانت متفقة عليه لما شافت اللاعب ده. حلقتنا النهاردة عن اللاعب الجزائري أمير سعيود اللي بدأ مسيرته مع نادي وفاق سطيف، بعدها انتقل إلى النادي الأهلي تحديدا في 2008، وقدر ما شاء الله يتألق ويجيب اكتئاب لكل الجماهير المصرية ويجيب لهم شلل كل ما يروح للكورة قدام الجول. لاعب كان ممكن يراوغ الفريق كله وما يسجلش هدف ويعمل كل حاجة ممتعة، ولكن في الآخر خلاص كده خلص، لدرجة ان المدير الفني في احد المباريات للنادي الأهلي جه ضربة جزاء للنادي الأهلي، قرر ان يخلي سعيود يلعبها، ودي اشهر ركلة جزاء في تاريخ النادي الأهلي اعتقد يعني. وقت التنفيذ وقع سعيود وما قدرش يسجلها ولا حتى يسددها في الجول. مصر كلها وقتها وكل اللي بيتابع كوره انقسموا لنصين، النص الاول بيقول صعبان عليا اللاعب وامكانياته، والنص التاني بيقول انه لاعب مش قد فانيلة النادي الاهلي. وفي الاخير رحل سعيود من النادي الاهلي في سنة 2010 بعد ما لعب مع النادي الاهلي 13 مباراة فقط وما قدرش يسجل فيهم ولا هدف. لا اسف، هو سجل هدف في ماتش ودي مع النادي الاهلي، وقدر يصنع هدف للشيخ اسامه حسني في الجونه، ودي ارقام سعيود مع النادي الاهلي في 13 مباراه. لاعب عالمي، مراوغ ممتاز جدا، يمتعك كوره ولكنه بدون اي فايده. ممكن يكون الاهلي ما استناش عليه، ولكن في الاخر رحل سعيود، انتقل الى نادي العربي اعاره من الاهلي، لعب معاهم 6 مباريات، سجل هدف واحد فقط. بعدها في 2011 انتقل اعاره لنادي الاسماعيلي، لعب معاهم مباراة واحدة فقط وطبعا ما سجلش. بعدها طلع اعارة تانية من النادي الاهلي لنادي مولودية الجزائر، لعب معاهم 5 مباريات، سجل فيهم هدف واحد فقط. بعدها يقرر النادي الاهلي ان سعيود يمشي نهائيا من النادي علشان يقعد في البيت 6 شهور بدون اي نادي. بعدها في يناير 2013 بينتقل سعيود الى نادي بيروي ستار البلغاري، لعب معاهم 20 مباراة، سجل فيهم هدفين وصنع 6 اهداف، وقدر يفوز معاهم ببطولة الدوري والسوبر المحلي. تجربة ما كانتش ناجحة بشكل كبير، ولكنها الى حد ما افضل من التجارب السابقة، ولكن في الاخر النادي تخلى عنه ورسميا يرحل مرة تانية الى نادي جديد في يناير 2014 علشان ينتقل الى نادي الصفاقسي التونسي، ولكن برضه ما استمرش معاهم 6 شهور على بعض ومشي، وكمل وراح نادي اسمه الدفاع الرياضي في 2015 وبرضه ما قدمش اي شيء ورحل عن النادي بعد شهور معدودة. بالنسبة لي حتى الان مسيرة سعيود فاشلة بنسبة 100%، ومش قادر يستغل امكانياته دي تماما، رغم ان كل الناس عندها اقتناع تام انه موهبة ممتازة جدا. نقفل القصة؟ لا، ما نقفلش القصة، نقطة ومن اول السطر ومن اول الحكاية. سعيود حذف كل الماضي وبدأ مسيرة جديدة واشتغل على نفسه علشان يقدر يعمل تاريخ الناس تفتكروا بيه بعد ما يبطل كورة. البداية من 2016 انتقل وقتها الى نادي اتحاد العاصمة، وكانت مهمة صعبة جدا لسعيود لانه وقتها كان عايز يكتسب خبرات اكتر وعايز يثبت انه لاعب فعلا يستحق ان الناس تشاور عليه ويقدم مستوى اكتر واكبر من اللي هو بيقدمه ويقدر يطور من نفسه. ولكن للاسف المسيرة ما نجحتش بالنسبة للارقام، ولكن في رقم مهم جدا سعيود قدر ينجح فيه. سعيود بدنيا بقى عالي جدا، قدر يلعب مع نادي اتحاد العاصمة 55 مباراة، وده رقم كبير جدا ما قدرش يلعبه في كل المواسم السابقة، ولكن الارقام وقتها في 55 مباراة سجل 4 اهداف وصنع 6، وقدر يفوز معاهم بكأس السوبر الجزائري علشان بعدها يستوي سعيود ويكتسب خبرات اكتر ويتطور اكتر واكتر، علشان في 2019 ينتقل رسميا الى نادي شباب بلوزداد. ومن هنا ظهر لاعب جديد ومسيرة ممتازة جدا وارقام كبيرة جدا، وتألق في الدوري وفي دوري ابطال افريقيا، واصبح كل العرب وكل البلاد الافريقية شايفة ان امير سعيود تطور بشكل كبير جدا. تألق واصبح نجم الفريق الاول وقدم مستوى ممتاز، وسعيود اللي كان بيطرد من كل الاندية اللي لعب ليها بقى مطلوب من اكبر الاندية في الخليج، واندية كتيرة جدا عينهم عليه. لعب مع شباب بلوزداد 84 مباراة، سجل فيهم 40 هدف وصنع 25 هدف، وقدر يفوز مع الفريق على
2 دوري جزائري وكأس الجزائر والسوبر المحلي. بعدها بعد التألق ده انتقل إلى نادي الطائي على سبيل الإعارة، ولعب معاهم 8 مباريات سجل فيهم هدفين وصنع هدفين. ونادي الطائي بعت عرض رسمي إنه يشتري سعيود من نادي شباب بلوزداد بشكل نهائي. وبين انتقال سعيود من نادي شباب بلوزداد إلى الطائي انضم المنتخب الجزائر في بطولة كأس العرب، وقدر يسجل هدف هو الأهم في البطولة بعد نزوله من دكة البدلاء، وكان سبب كبير جدا إن منتخب الجزائر يفوز ببطولة كأس العرب. ولسه القصة مفتوحة، ولسه سعيود عنده 31 سنة، والكتاب فيه سطور كتيرة جدا يقدر سعيود يملاها في الفترات اللي جاية. ودي قصة ممتعة جدا بدأت بلاعب فاشل مش قادر يستغل امكانياته الى لاعب كبير ومؤثر جدا في فريقه. قول لنا بقى ايه رأيك في امير سعيود فنيا، وقول لنا مين اللاعب اللي ضيع نفسه بسبب عدم استغلاله لامكانياته. واخيرا كده انتهت الحلقة، ودي كانت قصة امير سعيود من وقت بدايته مع النادي الاهلي حتى الان. اخيرا قول لنا رايك في الحلقه، واوعى تنسى توحد الله لا اله الا الله، وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي. وكان معكم طوفان اهلاوي. اكتبوا لنا في الكومنتات عايزين الحلقه اللي جايه عن مين. سلام.